السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فطاير محشيه جبنه موزاريلا بمقادير بسيطه وسهله. ودي قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا حبايبي على الطريقه. بيضه، معلقتين كبار سكر، نص معلقه خل، معلقه صغيره خميره فوريه، فانيليا، ربع كوبايه زيت، نص كوبايه حليب، ربع كوباية مية. بقلب المكونات دي كلها كده مع بعض كويس جدا لحد السكر ما يدوب. بضيف نص معلقة صغيرة ملح. استمر في التقليب وبنخل 3 كوبايات دقيق. طبعا نخلة دقيق بيدي طراوة قوي للمعجنات. ادي كده 3 كوبايات. وبقلب بقى كده، بلم برضو العجينة، مش بعجن، انا بلم العجينة باطراف صوابعي. شايفين بالطريقه دي؟ شايفين بقى المقادير، ولا زودت ولا نقصت؟ المقادير كلها مظبوطه. وطبعا سهله. عجنت العجينه اهي، لميتها، بقت عجينه طريه وسلسه. طبعا بقى بدينا نقطه زيت صغيره وبغطيها طبعا وترتاح. بعد ما ترتاحت كده بشويه طبعا بفردها، وطبعا بقطعها كده ل8 كور بالطريقه دي كده حبايبي. وبمسك كل كرة ببرمها والفها كده على الرخامة. 8 كور هنعملهم بنفس الطريقة كده. شايفين الكور متساوية ازاي؟ وبلفها كده برضو وببرمها. باخد كورة من العجينة، وبتني من الجناب كده واكورها والفها. بقت كرة متساوية كده. عملت 8 كور متساوية. دهنت بالفرشة بالزيت وغطيتها بكيس نايلون، واسيبها ترتاح شوية. واخد قطعة من العجينة وافردها بالنشابة، طبعا سمك سنتي، وادورها كده بالطريقة دي كده حبايبي. كده بقى طبعا ايه جاهزة. بجيب زبدة وبدهنها الكرة دي كلها، بدهنها زبدة وبتني الطرف التاني من العجينة وبدهنه برضو زبدة، وبدهن الطرف التاني زي مثلث كده وبرضو بدهنه زبدة. وبجيب جبنة موزاريلا وبحطها في النص كده، وبتني برضو الاطراف التانية وبتكة بايدي كده عشان ما تتفتحش. وبرضو بتني الطرف ده وبقفلها كويس جدا كده وببططها بالطريقة دي. شايفين المعجنات سهلة جدا، وطبعا مقادير بسيطة جدا. باخد كرة تانية وبفردها بنفس الطريقة سمك سنتي، وبدهن الكرة دي زبدة كلها. بعد ما بدهنها بلم الجنب ده كده، الطرف ده بتنيه وبرضو بدهنه زبدة، والجنب التاني ده وبدهنه برضو زبدة كده. بحط الجبنة موزاريلا وبتنيها برضو، واضغط بصوابع ايدي طبعا، وطبعا بقفلها كويس جدا عشان ما تتفتحش. شايفين بقى كده جاهزة. بجيب قطعة تالتة وبرضو بفردها بنفس الطريقة سمك سانشي، وبدهن برضو الزبدة كلها. لازم ادهنها كلها زبدة، وبدنيها برضو من الطرف ده، وبضغط كده بصوابع ايدي وبحط زبدة. وتكرر بقى نفس الخطوات لقفل المعجنات. وبرضه احط الجبنة الموزاريلا كده واضغط بصوابعي واقفلها كويس جدا كده. طبعا المعجنات جاهزة. بجيب بيضة وحليب وخل، طبعا الخل بيمنع زفارة البيض. وبدهن بقى المعجنات دي كده بالفرشة. وبجيب سمسم وبضع قطعة من المعجنات في السمسم، لان كلها تبقى سمسم كده نفس الطريقة. باخد قطعة تانية برضو وبحطها في السمسم. كل المعجنات كلها سمسم اهي. ويكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. تقعد نص ساعة كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. شايفين بقى الجمال؟ ايه رأيكم بقى؟ طبعا معجنات سهلة جدا وحلوة قوي للمدارس واقتصادية. وطبعا اتمنى تشاهدوا الفيديو للاخر، واتمنى الفيديو يعجبكم. شايفين بقى الجمال؟ اتمنى تجربوها بنفس الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم. وده بقى الشكل النهائي للمعجنات. وبألف هنا عليكم حبايبي.